في دراسة على مخ مجموعة من الأطفال تقريبا كان عمرهم 3 سنين بينت صورة المخ على الشمال حالة المخ وتطوره الطبيعي لما بتكون بيئة الطفل دي غنية، في حين ان صورة المخ على اليمين بينت حالة المخ وضموره لما كانت بيئة الطفل دي فقيرة. فقيرة أو غنية أقصد بيها تربيته تربية حقيقية من كل الجهات وإيجابية، بحيث ان هو يحقق أقصى كمالاته الإنسانية اللي ربنا خلقها عشانه وخلقها فيه، وكمان بتنمية مهاراته المعرفية والحركية والحسية واللغوية والاجتماعية وحتى العاطفية. عشان كده رحلة تنشئة الإنسان عامة وللطفل خاصة بتعتمد على نقطتين مرتبطين ارتباط وثيق جدا ببعض وما نقدرش أبدا نفصلهم عن بعض، اللي هي الطبيعة أو الجينات بشكل أفضل، والخبرة أو البيئة الداخلية والخارجية كل يوم في حياتنا. فالجينات ما هي إلا مواد كيميائية، من غير الخبرة مش هتلاقي الإشارات اللي توجه عملها سواء بالتنشيط أو بالتعطيل، يعني من الآخر مش هيكون ليها لازمة. والتجارب اللي بنتعرض ليها اللي مش هتلاقي ليها مصفوفة جينومية مش هنقدر ان احنا نخلق الحياة فيها بأي شكل من الأشكال. عشان كده التربية هي رحلة ومشوار كبير قوي لتكوين إنسان مليانة بالتحديات، اللي هيقرر ياخدها يجب عليه ان هو يفهم ويقدر ان هو يستوعب ان ولادنا أهم مشروع في حياتنا. اشوفكم على خير، باي باي.